انا مهاب سعيد، مش محامي بس كل اصحابي محامين، وده بودكاست متر ونص. وفي الحلقه دي معانا امير مرغني. هنتكلم معاه عن الكوربريت لو والمهنه عامه بتاعه المحاماه وشويه حاجات كتير كده. ازيك يا امير؟ الله يسلم عامل عمرك، ربنا إيه يخليك. هي الأخبار؟ مين مرغني مبدئيا مش امير مرغني؟ مرغني. انا اه قاصد المره دي على فكره عشان نصلحها تاني. ماشي اوكي. امير عندك المكتب بتاع مرغني ادفوكيتس او الفاوندنج بارتنر والمانجنج بارتنر بتاع مرغني ادفوكيتس. بس تعالى بقى كده فسحنا من اول كليه حقوق لحد ما وصلنا للمكتب، ليه برايفت براكتس. يعني احكي لي قصه دخولك عالم البرايفت براكتس من اوله كده لحد ما وصلنا لهنا. يعني احنا بنتكلم من قبل سنه 92. مش دخلت كده حقوق كده الناس من هتعرف سنك كام سنه، بس تمام. اوكي. من مواليد 74 يحسبوا. يعني انا متخيل دخلت حقوق ازاي دي هتبقى جايه من الوالد مثلا او حاجه. الوالد رحمه الله عليه الله يرحمه. كان هو العامل الحاسم في هذا الامر، بس هو كان هي دايما العوامل بتتكامل. اوكي. العامل الاولاني ان كان مجموعي زي الزفت. تحفه. اوكي ماشي. يعني انا جاي من مدرسه دحيحه، او مش هقول دحيحه، خلينا نقول اكاديميا متفوقين شويتين، على عكس مدارس مصر في وقتها. احنا كان عندنا 5 فصول علمي وفصل واحد ادبي. اوكي. انا كنت في ال5 العلمي. كنت مدرسه فرانكفون. كنت مدرسه مدرسة. فرنساوي. اوكي. ودي يمكن واحده من اهم العوامل اللي اثرت في شخصيتي واثرت في حياتي أوكي. بعد كده. آه، جبت مجموع اي كلام، لان انا مش اشطر حد في الرياضيات. أوكي. وسنتي كانت ما كانش في علمي علوم وعلم رياضه، فكان علمي بس فالكيمياء والاحياء اللي انا قوي جدا فيهم كانوا بيشكلوا جزء قليل جدا من الدرجات، في مقابل الديناميكا والاستاتيكا والاحصاء بقدر كبير والفيزياء. أوكي. بالنسبه لي كانت رعب الاعماق يعني الفيزياء دي. فالمهم جبت مجموع ايه؟ مش قد كده. انا كنت في الاصل عايز ادرس تكنولوجيا معلومات وعلوم كمبيوتر. ماشي. وأنا هي وقتها كان يعني يعتبر حاجه لسه حديثه. كانت مستقبليه اكتر منها. أوكي. احنا انت بتتكلم في سنه كام؟ احنا بنتكلم انا خدت ثانويه عامه 92. مش فكمبيوتر ساينس كانت لسه كليه جديده في كانت يعني كان قسم من هندسه فرعي تقريباً. بالظبط. كانت مجرد تخصص فرعي ملهاش شأن مستقل. وليه كنت عايز ادرس علوم الكمبيوتر؟ عشان انا ابتديت في رحله الكمبيوتر سنه 84. يعني ابتديت اتعلم برمجه سنه 84. ما كانش فيه يعني في الوقت ده ما كانش فيه انترنت. يعني اعتقد الانترنت بدأ ما في سنة كانش حاجة في و90. انترنت. ما كانش في انترنت. ما كانش فيه كمبيوترات في مصر لا كان قوي. في كمبيوترات. اوكي. كان في كمبيوترات، وكانت الكمبيوترات قدراتها اوكي. الفنيه ضعيفه جدا. يعني ماشي. انا كان عندي كمبيوتر هي وكان 28 بفلوس ميجا مثلا ولا حاجة. 48 كيلو بايت. اوكي انترستنج. اوكي. سينكلير زدك سبيكتروم 48. ده اصغر من فلوبي ديسك بعد كده. اصغر من فلوبي ديسك بعد أوكي. كده بالظبط. فدي كان وقتها كان في ديستنكشن، حلو. او كان في تمييز ما بين ما يسمى بالحواسب المنزليه والحواسب الشخصيه. حلو. الحواسب المنزليه دي الاجهزه اللي بنستعملها في البيوت عندنا، اللي بنوصلها ماشي. بالتلفزيون اوكي. وبنسجل ونسترجع المعلومات عن طريق شرايط كاسيت. كول. ماشي. احنا بنتكلم بقى ايه يعني ماشي. العصر ففي هذا الوقت الحجري. وفي هذا العالم انت كنت عايز تبقى انا كنت رائد. مبرمج. انا كنت فعليا رائد في هذا الامر. أوكي. وكان كنت عايز تتعلم الماني برضو؟ لا تبقى مبرمج خالص تتعلم برمجه والماني خالص لا ونشيد لا بعد ايامينا ما الكريدت كانش بتاع دلوقتي. المانيا ما كانتش كانش منظور مهم. اليها. ماشي. ايام كان في المانيا الشرقيه، خلي أوكي. بالك. كان في المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، وكان في ده المارك قبل الالماني. جدار برلين، قبل ما يقع السور انا بتاع حضرت برلين. انترستنج. ماشي. انا حضرت انهيار سوق برلين. ماشي. سور برلين. سوق سور برلين. ماشي. ابتديت في الطريق ده، وابتديت اتعلم برمجه وبقدر كبير من التعمق. يمكن أوكي. حتى في السنه بتاعت ثانويه عامه كنت بدرس برمجه بلغه اسمها برولوج. ماشي. وده كان من العوامل المؤثره اللي برضو نجم عنها اني جبت مجموع زي وشي. ماشي. فالمهم انا اذكر انت كنت مدرسة ايه؟ فرار الظهر، كوليج دو اسال. اوكي. ماشي.
وبتكره بتوع الجيزويت؟ طبيعي. اوكي ماشي ما نهزر. ماشي باكد بس. لا ما هو هم يتكرهوا اوكي يعني. ماشي. المساله مش مساله ان امير بيكره بتوع الجزويت، هم فده الجزاوته اتس لايف تايم صراع ما بين الجزاوته وبتوع الكولاج. اه يعني هو بس يمكن بستثني منهم اشرف الابراشي ماشي وطارق عامر. اوكي غير كده كلهم عندي بلاك. لا سنه واحمد فؤاد عزمي. دول ماشي. الثلاثه الجزاوته الوحيدين اللي يعدوا معاك. اللي يعني حلو. بشر يعني. ماشي اوكي مبالغ فيها شويه بس تمام ماشي. فالمهم رحنا الجامعه. ما رحناش الجامعه لسه. اه. لسه ما رحناش الجامعه. المهم درجاتي كانت تفرق نص درجه عن كليه الهندسه بتاعت العاشر من رمضان اللي ماشي. كانت لسه فاتحه، ماشي وكانت تتعمل بزقه يعني. اه بس ماشي. الوالد رحمه الله عليه عمل معايا حركه لطيفه قوي. رحنا في شقتنا في اسكندريه اللي بنصيف فيها، فعلى هامش المصيف قام مطلع بطاقه الرغبات. ماشي بطاقه الرغبات دي انت بتحط فيها 40 طابع. اوكي اللي هي كانت طوابع كانت وبتاع كبيرة. اوكي بالظبط. فالمهم امير انا اب ديمقراطي، انا احط لك اول كام رغبه حلو وانت بقى ايه حط اللي انت عايزه بعد كده. ماشي فحط لي حقوق عين شمس، حقوق القاهره، حقوق الاسكندريه، حقوق الاقاليم، مهم. حقوق انتساب موجه عين شمس، حقوق انتساب موجه القاهره، حقوق انتساب موجه اسكندريه، حقوق انتساب موجه الاقاليم. حط اللي انت عايزه. ماشي حلو. فهو حط لك اول 10 رغبات مثلا. اول 18 19 تحفة. يمكن. اه وسبحان الله وهم كلهم كانوا كام رغبه زمان؟ 40. اه لا زالوا اعتقد. اه يا ديني. اه بنربعن احنا. اه طب كويس. المهم يا سيدي سبحان الله جات لي حقوق المنوفيه، ماشي وحولت من حقوق المنوفيه لحقوق القاهره والباقي بقى مساله أوكي. التاريخ. فدي كانت بدايه دخولي للكليه. دخلت الكليه كنت مستغرب جدا الموضوع من اوله لاخره. اوكي من صغري كنت بحب التاريخ جدا، بحب الجغرافيا جدا، بس كان عندي نوع من انواع العزوف عن الفلسفه. ماشي يعني الفلسفه والمنطق عن العلوم العجيبه دي. والافراط في الادبيه ما كانش حاجه. انا يعني كنت شاطر جدا في اللغات، ماشي سواء العربي او الفرنساوي والانجليزي يعني. انما لما نيجي بقى في الافراط في الاطناب والفرضيات اللي فيها قدر من التقعر والحاجات دي ما كنتش معجب بيها اي. كنت مستغرب تاني بيئه الكليه، سواء كبيئه مجتمعيه او كبيئه علميه واكاديميه. ماشي دخلت حضرت اول محاضره اكتشفت ان لا الموضوع ده ليه صدى عندي. المحاضره اللي بعدها لا والله الموضوع حلو. فاكر اسامي دكاتره وقتها اثروا؟ اول واحد ربنا يديله الصحه ويبارك في عمره عمي الاستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن. اوكي دكتور حمدي كان بيدرس لنا ماده، اول محاضره في السنه كانت ماده المدخل لدراسه القانون. انت حولت عين شمس ولا القاهره؟ عين شمس. اوكي للاسف ده كان ده قلت القاهره، تقصد القاهره مدينه عفوا يعني مدينه القاهره. بابا الله يرحمه كان من اساتذتي. وكان بيدرس لنا ماده النظم السياسيه. وبابا كان من الناس مش عشان ابويا بس يعني كان من الناس فعلا ليه طريقه مميزه جدا في التعليم، وكان ليه فلسفه مختلفه في الحياه. لحد دلوقتي السمعه رائعه يعني بفضل الله تعالى الحمد لله. اللي جوه الكليه الناس كلها بتشكر فيه. ولكن علاقتكم كانت عامله ازاي وانتوا جوه الكليه وانت طالب وفي نفس الوقت ابنه وهو زفت استاذك وفي نفس الوقت الوالد؟ فبيتعامل معاك ازاي جوه زفت؟ اوكي زفت. انا هزر كانت علاقه زي الزفت. اوكي خلي بالك ان دي جايه في مرحله من حياتنا برضو بتبقى صعبه قوي. سن 19 ل 21 ده يعني هو اسوأ من المراهقه. ايوه انت هيك المراهقه بتحاول تثبت ان انت مستقل شويتين، انما في السن ده انت بتحاول تثبت ان انت احسن كمان. انت مش بس ان انت يعني ايه انا اقدر ابقى مستقل، لا انا احسن انت تايه ما بين المراهقه والشباب شويه وعايز تقول انا هنا في الدنيا. فعلاقتنا كانت صعبه خصوصا فيما يتعلق بادائي الاكاديمي. اوكي انت بادئ موضوع المزيكا ده من وانت في الجامعه؟
ولا قبل لا كده؟ سمع المزيكا ولا لعب المزيكا ولا لعب المزيكا. لا انا بلعب مزيكا عندي 7 سنين. اوكي. الكتريك جيتار والحاجات لا دي من بلعب، وانت كنت صغير؟ بلعب فيولين، كنت أوكي. بلعب كمانجا. ماشي. وابويا الله يرحمه اللي خدني من ايدي وبدأني في الطريق ده. اوكي. قعدت العب فتره مش قليله، وبعد كده زهقت منها لأن انا شايف انها آلة مزعجه جدا امم. في الايدي الخاطئه يعني، بس وهي آلة بطبيعتها مزعجه، بس ما علينا. بعد كده لما ابتديت اسمع هيفي ميتال اكتر وقلت انا عايز العب جيتار كهرباء. ماشي. ساعتها ودي نقطه ما انساهاش يعني. الراجل رحمه الله عليه بابا انا عايز اشتري جيتار، طيب ماشي فليكن. بس خلاص. اوكي. ماشي. شفنا جيتارين 3 معروضين كان مدرك بالمستعمل. الدوشه اللي هتطلع من الجيتار ده؟ اما كان سامع الدوشه طالعه من اوضتي كده كده، اوكي. فيعني عادي. بتتكلم في ايه وتمام، والراجل تولرنت ومتفهم. بالظبط. وهي دي النقطه، آه. ان يمكن كان فكره ان الراجل عنده هذا القدر من التفهم امم. والتسامح ده كان شيء عجيب والتشجيع. يعني انا الفلوس اللي اجيب بيها كتب مزيكا اتفضل، الفلوس اللي أوكي. اجيب بيها شرايط مزيكا اتفضل. انا فاكر اول لما ادركت ان المزيكا بتاعتنا فيها كتب نوت موجوده. بابا رحمه الله عليه كان حضر الاجتماع بتاع سيراكوزا ده السنوي ماشي. في ايطاليا، فكتبت له بابا من فضلك هات لي الكتب دي. رحمه الله عليه جابها لي في ايده من ايطاليا. امم. فانا بلعب الكترو جيتار من ثانوي ومكمل في حياتي. فهو كان هذا حلو. التفهم في اللقطه دي. عظيم أوي. صراحه كان اكاديمي اكتر من اي شيء تاني. عظيم. تعالى بقى، خرجنا من الجامعة ودخلنا الحياة العملية. أوكي. حاولت، كان عندك أولويات بتاعت نيابة وقضاء والكلام ده، ولا ما قدمتش أصلا حتى؟ خالص. اوكي. بس لا لم تكن تستهويني بالمره، كنت ماشي. شايف ان هي مقيده جدا. وهو ما قالكش تروح السكة دي او ما شجعكش ليها؟ ده العكس. اوكي. ماشي. يعني في قصه لا امل من سردها. كنت يا في ثالثه يا في رابعه. بابا سالني انت عايز تعمل ايه؟ فقلت له والله انا كان نفسي اطلع معيد، بس الله يكرمك يعني اديك شفت اللي حصل. قلت له بشكل رئيسي انا بفكر في الخارجيه. ماشي. يعني الخارجيه بالنسبه لي هي المجال الاوقع يعني. بحكم اني بتكلم لغات وان في قانونيين بارزين طالعين من الخارجيه. واغلب البارزين من الخارجيه بالظبط. النهارده يعني عمرو موسى الله يرحمه ويحسن اليه، دكتور نبيل العربي، ناس كتير يعني. يعني دكتور نبيل العربي كان شريك في زكي هاشم. هو من يعني الله يرحمه رحمه الله عليه يعني. ف قلت له خارجيه. قلت له والله انكل فلان وانكل فلان وانكل فلان بيقولوا لي في النيابه. قال لي بص لا امير حبيبي، قاضيان في النار وقاض في الجنه. وقال لي الحديث اللي هو بينفرني من الموضوع ده. تمام. قلت له طب ماشي. قلت له انا كده مش مهتم قوي. قال لي فايه تاني؟ قلت له بفكر في سمعت ان في حاجه اسمها محاماه دوليه. اوكي. ده بقى البدايه خالص، احنا بنتكلم في سنه كام؟ 94 95. اوكي. كنت يا في ثالثه يا في رابعه. ما كانش في مثلا غير الشلقاني وزكي هاشم وثروت عبد الشهيد. كان مستشار ثروت كان لسه بادئ قريب. اوكي. كان البلد فيها بيكر ماكنزي. ماشي. شلقاني. البارزين كان زكي هاشم والشلقاني. بيكر ماكنزي كان بيصارع، بيبتدي بيثبت نفسه، بيثبت ارضيته. مكتب الكامل كان موجود. اوكي. مكتب حسونه وابو علي كان موجود. بس هي يعني اغلبها بوتيكس. الكبار عددا كان زكي هاشم والشلقاني. ماشي. وهما طول عمرهم الزمالك والاهلي، او وقتها فتره ما ابتديت البراكتس كانوا الزمالك والاهلي. وعاده لو كان في شركتين بينافسوا بعض في الاتصالات مثلا في مصر، اورنج موبينيل عند الشلقاني، فودافون في زكي هاشم. وكليك بقى اياميها كانت كليك، كانت مصر فون. كليك كانت العلامه التجاريه اللي بيشتغلوا بيها. فعموما قال لي بس خلي بالك يا امير انت في المحاماه ربنا سبحانه وتعالى امرنا في الايه 106 من سوره النساء ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. انت عارف يا امير مين الخصيم؟ قلت له الصراحه لا. قال لي الخصيم ده المحامي، ده اللي بيجادل عن الناس. فقلت له طب فحوى كده ايه؟ قال لي اي مكان شغلك ما تاخدش
شغل حد مش صاحب حق. يعني ماشي. كانت وصية ابويا ليا قبل ما ماشي اشتغل مقابل فلوس. حلو. هحب اتكلم اكتر في الموضوع ده لما نروح نتكلم اكتر في الاثكس بتاعت المهنه. حلو. بس بدأت فين؟ ابتديت وهنا النكته، لما انا ابتديت انا تاني متخرج سنه 96 ما كانش في حقوق انجليزي ولا حقوق لغات، وكانت فكره المحامي المجيد للغه اجنبيه من اندر ما يمكن، لدرجه ان كان في مكاتب بتدي قروض للمحامين يتعلموا انجليزي وياخدوا بيها كورسات. اوكي. مش هذكر مين، بس يعني أنا ده الموضوع ده كان موجود. فانا كنت متخيل انا يا جدعان هي عامة حاجة محترمة يعني، ان هو كانوا بيعملوا كده، دي مبادرة هو محتاج، كويسة. هو في الاخر زي لأن مساله هو راسماليه محتاج. بحته. صح. فانا توقعت انا هتخرج هتخطف. انا اقول انا هكون اشتغلت. وانجليزي وفرنساوي بقى وايطالي كمان. اوكي. هو زادوا بعد كده يعني. ماشي. بس سمعت انك اتعلمت شوية ياباني. سودس يو. ماشي. ما عنديش حاجة اقولها. طلبت معايا، كنت مسافر اليابان فقلت طب اتعلم شويه يعني. فالمهم رحت عملت انترفيوز، قابلت ناس. حلو. بعت السي في ان حد يعبرني، ما حصلش. مفيش. تحفة. مش هبقى عواطلي. فاشتغلت وقتها شغلانتين، او عملت 3 حاجات. كانت حياتي مرتكزه على 3 حاجات. الاولى ابتديت الدبلومات بتاعتي، ماشي. وكانت رحله مأساويه برضو. ماشي متخيل. الثانيه كانت ابتديت اشتغل مترجم. اوكي حلو. اوكي. انجليزي وفرنساوي. واشتغلت محامي تقاضي متخصص في اعمال مجلس الدوله. ماشي. شغال عند مين؟ شغال عند بابا. حلو. فقعدت 3 سنين محامي تقاضي قح. حلو. مش بعمل حاجه غير كده. ومجلس دولة بس في شغل إداري. 95% مجلس دولة، في يمكن قضية عمال هنا، قضية إيجارات هنا. المهم لحد ما واحد من الزملاء قال لي طب قال لي ما تقدم في زكي هاشم. مين دول؟ مين دول؟ خلي بالك أنا ما كانش في ما يدعوني اني اعرف بقية المكاتب. مفهوم. يعني لا اجتماعيا ولا اقتصاديا يعني. ف قال لي لا دول مكتب كبير ومش اوكي. انا فاكر وقتها قلت له تصدق دول عدوا عليا. كنت مره حاضر قضيه عمال في اولمبيك ايرلاينز. ماشي. وفي الوش وانا خارج لقيت مكتب كده يافطه كبيره جدا ومش عارف ايه واسامي ناس كتير وخلاص كان شكلهم حاجه يعني قبها. فالمهم طب خلاص نمرتهم ايه ورقم الفاكس بتاعهم ايه. ماشي. كذا وكذا. كنت عامل حاجه عجيبه جدا. قلت قبل لما ابعت السي في خليني اتصل بالناس اشوف ايه الطريقه اللي ابعت بيها، ايه اللي مطلوب مني. خلي بالك دي انا بعيبها على الاجيال الجديده، ما حدش بيعمل اللي مطلوب. لا هو بيجيب الحد الادنى ايميلات بيحطها في البي سي سي ويبعت السي في بالظبط. دي واحده من الكوارث يعني. ويقول لك بالظبط تلاقي فريش جراد والسي في 3 صفحات. يعني هنتكلم في الموضوع الله ده. يفتح عليك. تمام. فالمهم رافع سماعه التليفون متصل. الو مساء الخير. مساء النور. من فضلكم انا محتاج اني اقدم عندكم في مكتب. كنت عايز اعرف اقدم ابعت ازاي للسي في. خليك معايا لحظه. وفاء بعتتني، كان اسمها وفاء التليفونيست، حولتني على حد. لقيت واحده امريكانيه بترد عليا. مساء الخير مساء النور كذا 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 كذا. اتكلمنا دقيقتين 3. هي القصد كان تقف على كوني بعرف انجليزي ولا لا. مفهوم. تمام. خلاص بعت السي في. يومين ياسر هاشم هو اللي اتصل بنفسه. اوكي. ما كنتش موجود. رديت له. ما كانش في موبايلز بقى، فناخد نمره. رديت له المكالمه. كان في منتهى الترحيب وكالعاده بقى اولاد الناس ولاد ناس يعني. حددنا الانترفيو. عملت انترفيو معاه ومع دكتوره نجلاء نصار. 1/7/99 كان اول يوم ليا في المكتب. فدي كانت البدايه. اشتغلت في المكتب 4 سنين وشويه. حلو. بعد كده اشتغلت وقتها ليتيجيشن برضه.
اشتغلت مرمطون. اوكي حلو. اشتغلت بداية كويسة، بداية رائعة. بص يا سيدي، وقتها كان شغل عمليات الاستحواذ والشغل الشيك قوي. كان في حد من الزملاء شاطر شطارة غير عادية، وكان أكبر مني وأكثر مني خبرة، فكان هو نوعا ما أغلب الشغل ده بيجيله، وده الشغل اللي مع ياسر. حلو. بقية الزملاء اللي بيشتغلوا إنجليزي وما كانوش كتير كانوا وقتهم اتاخد جدا. كان في عميل بعينه بيدخل جزء رهيب من دخل المكتب، فالزملاء دول كانوا متخصصين. فأنا لقيت اوكي. فاللي بيحصل ان بقية الشركاء اللي عندهم شغل انجليزي كل واحد منهم ايه يحدف لي حاجة، بيرمي لك حتة، ودي كانت من افيد ما يمكن. حلو. زائد ده محامي وبيعرف يحضر جلسات، نزله في توزيعة الجلسات. حلو. فقعدت اشتغل وليا عبء من الجلسات الاسبوعيه اللي بحضره والمذكرات اللي بكتبها و لغايه. بس يعني مدرسة خطيرة، مدرسه رائعه. بص ازعم ان يعني مكتب زكي هاشم مدرسه ومدرسه عظيمه في اكتر من حاجه. سواء في الفنيات، يعني الناس دي انا على يدي. لا احنا ما فيش شغل بيطلع مسلوق، لا الشغل بيتم بتأني وتؤدى وبحث عميق. ما فيش حاجة اسمها اسطمبة. انت الحاجة نفس الرأي لو هتطلعه مرتين في يومين هتقرأ له تاني. عظيم. فما كانوا مدرسة في هذا الأمر، مدرسة من ناحية مقدار وتنوع العملاء والمجالات الجديدة اللي كانوا بيدخلوا فيها. يعني كان من أوائل الناس اللي دخلوا في الاتصالات، التكنولوجيا المعلومات، كانوا مخيفين في هذا الأمر. مدرسة هايلة في التعاملات الإنسانية. عظيم. بقدر كبير. يعني لما كنا نيجي نقارن بينهم وبين غيرهم، بطبيعة الحال أنا في الآخر خالص اتضايقت من حاجات ومشيت. أوكي. بس ده لا يمنع ان هم كانوا بقدر كبير الافضل في مساله التعاملات الانسانيه. حلوه. فكان لا كانوا هايلين. واتحركت من زكي هاشم رحت على فين؟ ثروت عبد الشهيد. اوكي. 8 شهور ما لقيتش نفسي منتج قوي. اوكي. فجات لي فرصه ان اشتغل في الابراج ودرماركار. رحت هناك 2004 ل 2006. ماشي. بعد كده بدات رحله الاستقلال. ماشي. وفي بدايتها حصل عندي قصتين. يعني دخلت في شراكتين. ماشي. اترميت بسببهم في الشارع. تحفه. مرتين ورا بعض. تحفه. فانا مكتبي ده اتهد واتبنى مرتين. خليني احكي لك قصه مختلفه شويه. ماشي. في خبر امبارح قال لك ان الايكويتي بارتنرز في نو شيرمان كل واحد منهم روح السنه دي ب 2 مليون جنيه استرليني ارباح صافيه. ماشي. قبل الضرايب، يعني ضرايب المكتب قبل ضرايبهم الشخصيه. حلو. ايان او شيرمان ده الدماج ما بين ألين اوفري وشيرمان ستيرلينج. اوكي. هتيجي تبص على فبالتالي 2 مليون استرليني دول مش رقم لكل شريك. هم قد ايه؟ هم 1200. اوكي. لا رقم حلو. تمام. حلو. هتيجي تبص على اكبر المكاتب المحاماه في العالم هتلاقي اسمها كيركلاند اند اليس، ايان وشيرمان اللي هو كان شيرمان ستيرلينج، والان اند اوفري. تمام. هتيجي تشوف هوجن لوفلز اللي هو كان هوجن اند هارتسون ولوفلز. اندماجات عبر الحدود. الفكره المكاتب المهنيه بره بتندمج. وخليني بقى ازود لك حته زياده نركبها على نفس السؤال وعلى التجربه الاولى بتاعتك. هل احنا ثقافتنا هرميه فرعونيه مبنيه على وان مان شو او على اشخاص مش انستتيوشنال مش مؤسسيه؟ هل احنا بنعرف نبني؟ لانه انجح البيزنسز في مصر هي فاميلي بيزنس مظبوط في الاخر.
او حاجات جايه من بره، فده برانش هنا بتاعها، بس هي في الاساس دول اكبر بيزنسز في مصر. تمام. دايما ما عندناش سستينابيليتي بتاعت، يعني احنا ما عندناش مثال غير زكي هاشم اللي هو يعني عبر السنين شويه مطول، او بدأ البراكتس من زمان ولسه مكمل، ويعني نمسك الخشب ما شاء الله، يفضل ربنا يحميهم مكمل. يا رب يعني. بس لو بنتكلم فما عندناش ما عندناش حاجه اتبنت بشكل مؤسسي كمكتب، وفضل مكمل بالشكل المؤسسي، دايما مبنيه على امير، على احمد، على مش عارف مين، على ناس معينه. لو ما وصلناش ان احنا نشوف غير في مثال واحد في مصر، ان في عندنا لو فيرم فيه حاجه و40 بارتنر. معتوب بسيوني، معتوب بسيوني حناوي، معتوب بسيوني بالظبط. حناوي. ما فيش في مصر لو فيرم تانية شافت الرقم ده في البارتنرز ولا ربعه. مظبوط. يعني دايما في وقصص كتير حتى في مكاتب كتير لصراعات بين بارتنرز بشكل او باخر، which is مفيده في بعض الاحيان، ولكن عمرنا ما شفنا حاجه مؤسسيه ضخمه بتستمر في مصر لمده طويله. فهل دي مشكله ثقافه بقى ولا هي طبعا. أوكي. طبعا. طبعا. وهل الثقافه دي بتتغير ولا مش هتتغير؟ بص، بالنسبه على الاقل للعواجيز المتكلسين اللي في جيلي، لا. اوكي. يعني تجاربي انا الشخصيه في الشراكات لحد قريب كلها بتفشل، لان احنا اسوأ شركاء على الاطلاق. اوكي. وازعم من العرب. يعني برضو نفس النزعه دي موجوده في العرب، بس كل واحد او كل شعب لاسبابه. مش تمام. فخليني اقول لك ان احنا في مصر اللي حاصل هي دايما مساله طمع ومساله رغبه في السيطره. يعني انا عايز ابقى شريكك، بس مش عايز اشاركك في فلوسي. تمام. يعني هبتدي ابص، يا عم ده انا اللي دافع المرتبات، ده انا اللي انت تاخد ليه فلوس. صح. دي واحده من ضمن الاسباب، وده اللي حصل معايا في الشراكه التانية. اوكي. ممكن جدا انا عايز اسمي انا اللي على اليافطه، فانا خلاص هو اسمي ما حدش يشاركني في القرار. انا شايف انا هي نظرتي والا فلا، فبرضه بتقع. والعجيبه ان حتى لو جيت تدخل في شراكه مع بعض الناس وتيجي تقول انا شخصيا متنازل عن اي حق في الاداره وقاصد هذا الامر، هتلاقي شركاء تانيين مصرين يستأثروا بالاداره ويقصوا الباقيين. والعجيبه بقى ان هي مش بس عقليه الاقطاعي صاحب الارض اللي بيرفض انه يشارك الاجير ده في بعض اجره. مش عايز اتكلم زي الشيوعيين، بس دي حقيقه بالمناسبه. يعني في حد من الزملاء كده يعني بيرفض تماما انه يدي ريفينيو شير، انت ليك مرتب وخلصنا. اوكي. واما من هذه النظره الفوقيه، وفي بعض الاحيان من نظره دونيه، وليك مرتب وخلصنا دي هو بيتعامل مع بارتنرز بالظبط. والاخرى من منطلق دوني بحت، قالوا هو اخلاق التزاحم اللي عندنا في مصر. اوكي. يعني احنا لغايه النهارده عندنا ناس بتقطع الطوابير، حتى بعربياتها. يعني انت العادي خالص تبقى جاي داخل اي كومباوند ولا حاجه، تلاقي حد جاي قدامك كاسر عليك. طب يا عم، طب انت كسبت ايه؟ تبقى واقف في السوبر ماركت بتحاسب، تلاقي حد داخل عليك. دي اخلاق المزاحمه، دي من بلاوينا في مصر. اوكي. فدي برضو بتترجم في الشراكات. بالمناسبه الظواهر الاجتماعيه، خليني احيد سنه بس عن حته القانون. الظواهر الاجتماعيه بتتكرر. يعني الانسان اللي بيعتدي على حق جاره بصوره من الصور، يعني حط طوبتين قدام بابته، مش محدش هيركن هنا. يعني ده الجراج بتاع ده رصيف الحكومه، ده الجراج بتاع العماره. هو كده قفل حته اقول لك ده مكان او اللي يصور او اشكرك بالظبط. حلو. هذا الشخص هل تتوقع ان هو لما يسوق عربيته هيبقى يحترم الناس؟ لا. هل تتوقع ان هو بيحاسب في السوبر ماركت يحترم الناس؟ هل تتوقع انه يبقى شريك هيبقى بيحترم شركائه بالقدر الكافي وما لم يكن هناك رادع؟ اكيد لا. أوكي. فهي مساله ثقافه. فالنموذج السستينبل الوحيد اللي بينجح في ان احنا نبني انستتيوشن اللو فيرم هتبقى شويه نموذج برضو الفاميلي بزنس بشكل ما بقدر كبير. أوكي. يمكن برضو هرجع اقول الاستثناء. أوكي. وده كان استثناء عبقري
يعني الناس دي مبهره في العمليات اللي عملوا مع تو بسيوني. يعني كانوا من الذكاء بمكان ان هم يعملوا كده، مع العلم ان برضو لسه من المبكر بعض الشيء ان احنا نحكم على تجربته، لان لسه التجربه ما خدتش سايكلز كافيه. بالظبط. يعني احنا فعليا في السوق بقى حوالي 20 سنه، جيفن ان يعني مكتب سفير علي بسيوني كان اقدم شويتين، بس مع تو بسيوني لم يظهر الا وقتها يعني. مفهوم. حلو. فانت لو هنلخص ليه التجربتين ما نجحوش في الشراكه في الاول، كان علشان نفس الفكره اللي ليها علاقه بمشكله ثقافه المشاركه دي، انها مش موجوده بشكل كبير. طيب بعد ما نجحتش التجربتين دول، رحنا لفين؟ انا بعد ما اتطردت في الشارع، بمعنى كلمه اترميت في الشارع في المرتين، ابتديت اشتغل من كنبه الليفنج روم. تحفه. اوكي، شويه بشويه. قصه الستارت اب اللي بتبدا بالجراج وانا بس يعني المهم بعد كده الحمد لله ربنا رزقني بمكتبي في موقعه الحالي. اوكي. هو في شيراتون، من نفس المكان 5 كمال حسن علي. اوكي. بس انت هتنقل دلوقتي الكور، بس ما علينا. ماشي يعني ندي خبر اكسكلوسيف. ماشي. ان شاء الله يعني ربنا رزقنا بمكان احسن شويتين. المهم وعلقت يافطتي وابتديت. اول يوم ازاي؟ اول عميل لازق في ايدي. اوكي. اول عميل كان لازق في ايدي. اوكي. وكان في عملاء من العيله ومن معارف العيله يعني انا من بدري كنت ما يسمى بالرين ميكر. اوكي. ما شاء الله. بفضل الله تعالى يعني عندي قدر من العلاقات اللي بيترجم لبزنس. اوكي. طبعا هي برضو مساله اوزان نسبيه. حلو. يعني في ناس من رين ميكرز اقوى بكتير بحكم علاقاتهم وعائلاتهم فالمهم فابتديت بكام عميل اللي كانوا لازقين في ايدي والعملاء اللي معايا. كان يمكن اغرب عميل فيهم بابا جونز بتوع البيتزا اللي في امريكا. اوكي. يعني عملوا لي ابروتش وانا في زكي هاشم وما اشتغلوش، ولما نقلت ثروت عبد الشهيد كلموني وبرضه ما اشتغلوش، واشتغلوا معايا في الابراشي وسلمت ملفهم بعد ما ومشيت، لقيتهم برضه بيكملوا معايا. الجنرال كاونسل كان اسمه دانيال وادل. اوكي. راجل لطيف من الناس، يعني هو صاحب فضل عليا على الرغم اني عمري ما قابلته في حياتي. فدي كانت بدايه العملاء. وازعم ان انت في الاخر خالص يمكن في تغيير دلوقتي، بس هي في الاصل هي مهنه علاقات. صح. انت الناس بتجيلك، محدش بيجيلك على يافطه. انا مكتبي ما عليهوش يافطه، ما فيش يافطه محامي في الشارع، انا اليافطه جنب المكتب بس عشان ما تخبطش على الجيران. حلو. بس فدي كانت بدايه العملاء بتوعي. حلو. بس اول عميل ذو شأن كان الامير الوليد بن طلال، صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز ال سعود. حلو. وجه ازاي ده؟ لزق في ايدي كده. لزق في ايدي. ماشي. ماشي. انا اكتر انسان مقتنع بان الرزق بيجي كده، ان الشغل سبحان الله. لا انا ما اعرفش الحاجه بتيجي ازاي، بس هي بتيجي. هي بتيجي. انا بيبقى اصعب سؤال في الدنيا لما حد يسالني ايوه انت بقى هنا ازاي وبتعمل ايه وجيت ازاي وبدات هنا، والله ما اعرف. هي الله كده ماشيه كده وبتيجي كده بالظبط. فالامير الوليد جيب فضل يمكن برضو تدخل صديق فرنساوي اسمه دانيال لورو. اوكي. وصديق سعودي اسمه احمد حلواني. دول يمكن اللي دفعوا ان الشغل ده يجي. اوكي. ولا زالوا اصدقاء لحد دلوقتي؟ طبعا اصدقاء واصحاب فضل برضو، يعني لا انكر فضلهم. العميل الثاني ذو الشأن الرائع يعني كان شركه المنصور المغربي. اوكي. واللي وصلني بيهم برضو راجل تاني من اصحاب الفضل عليا، المهندس علي موسى. اوكي. واستمر المكتب لحد دلوقتي، لحد بقى لنا كام سنه كده؟ بص يا سيدي، هي قصه ليها شأن، ليها تفريعه لطيفه قوي. انا بادي المكتب من نص 2006. ماشي. في موقعي في شيراتون 1/1/2007. حلو. لا 1/1/2008. 1/1/2008. 1/1/2007 كان في الشراكه اللي اتطردت منها، الشراكه الثانيه اللي اتطردت منها. ماشي. اضطريت اشيل السلوك من الحيطان، كانت قصه حزينه يعني. المهم مش هنخش في التفاصيل دي بس لا بقول لك ايه، انا عايز اقول لك
كنت قلتها مره في لقاء تاني يعني. لا الاثنين اللهم لك الحمد واللهم شماته. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني اداهم الجزاء الاوفى يعني. بس دي قصه تانية. فده نوعا ما يعني 1/1/2007 1/1/2008 غير كنبه الليفنج روم. اللي حصل ان في 2008 بابا رحمه الله عليه كانت ابتدت صحته يعني تتعب شويتين. ف حاول يعني ابتدى يستعين بيا. وبعد كده اما حول لي العملاء خصوصا الحاجات الكوربريت او الحاجات المتعلقه بالمنظمات الدوليه، فدي اللي نقلها عندي. وساب المكتب شغال باخويا الله يرحمه زميلي واستاذي استاذ رأفت بيصفي الشغل القديم. وكان ايه ابتدى ايه يخف شغله شويه بشويه لغايه في الاخر خالص ما بقى كل البورتفوليو القديم بتاع بابا اللي مش افراد بقى عندي انا. فبقيت الصراحه بستعير اقول ان بابا بادي 87 فانا من 87. اوكي. فاحنا لينا تاريخين فعليا ماشي 2006 و87 حاجه تحترم. طيب ودلوقتي المكتب وصل ايه اخر اخبار عندكم في مرجاني ادفوكيتس؟ ده سؤال جيد جدا. اوكي اللي جاي بقى في خبر اعلناه امبارح. وفي حاجات حصريه بقى المترو ونص. حلو. تكونوا انتوا اصحاب السبق فيها يعني. احنا من 2019 دخلنا تحالفين كبار. حلو. التحالفين متصنفين في تصنيف تشامبرز كنتوركس كإليت نتوركس يعني. ماشي. التحالف الاول هو التحالف الدولي اسمه مالتي لو، والتحالف الثاني هو التحالف افريقي اسمه لاكس افريكا. ماشي. شركاتي وانا قررنا في وقت مبكر السنه دي ان احنا نسيب مالتي لو. ماشي. واخترناهم بان احنا ماشيين من اعتبارا من 1/9/25 وشايفين ان احنا كنا بنصرف عليهم اكتر ما بيجيبوا لنا بزنس. حلو. ودخلنا تحالفين اخرين اوكي مقاربين في القوه. الاولاني اسمه جلوبال لو. ماشي. والتاني اسمه لو وورلد. حلو. فدول التحالفين الجداد اللي احنا فيهم مع تواجدنا المستمر في لاكس افريكا. عظيم. اللي هي برضو شقيقه الانترلاكس. دي اخبار النتوركس بتاعتنا يعني. حلو. بمناسبه بقى النتوركس تعالى نتكلم في حاجه ريليفنت ليها وبعدين نروح لقصه تانية عايز اتكلم فيها ليها علاقه بسمات المحامين. في كم نتوركس كبير وبعضها حاجات فاليد وبعضها حاجات مش دايما فاليد. وفي يعني انا اتذكر زمان شويه كنت بتعامل اكتر مع ليجل 500 وتشامبرز اند بارتنرز واي اف ال ار 1000 والحاجات بس دي تصنيفات. دي تصنيفات مش نتوركس بالظبط. في نتوركس زي مالتي لو او لاكس افريكا او لاكس موندي مثلا، لاكس موندي طبعا او غيره. وفي جهات بتدي جوائز بدرجه او باخرى. بص نفس المنطق بتاع 30 under 30 و 40 under 40 بتاع فوربس والحاجات دي موجود كتير في مجال المحاماه. كلها بدرجه او باخرى خلينا اتكلم فيري فرانكلي يعني مدفوعه الاجر بشكل كبير. بالظبط. بما فيها حاجات من اللي وي منشند يعني اللي انا اي منشند نيمز منها بعضها معروف جدا. فهنا بقى the fields انا اسف the fields finest legal awards gala dinner lawyer of the year ومش عارف ايه وكل الحاجات الجميله دي. تمام. how credible are these for lawyers وليه في تهافت عليه؟ يعني انا اتذكر كنت بتكلم مع احد البارتنرز من لو فيرمز على التليفون بدون بقى ذكر اسماء عشان القصه دي مسليه جدا. وكان بيتكلم بغايه الساركازم والبتاع انه يعني انا مش مفروض في حد يقيمني ويديني جايزه، انا اللي هيقيمني شغلي اللي على الارض ومش عارف ايه وبتاع.
1 ويك ليتر لقيته واقف بيستلم جايزه دفع ثمنها. دفع ثمنها انه انا احسن محامي في مصر في الحته دي. فايه معايير التقييم؟ لان في بعض الجهات بالمناسبه في الحته دي برضه انا مش عايز اقفلها كلها، في بعض الجهات مش سيئه. يعني انا بحترم بتوع تشامبرز اند بارتنرز طبعا لان تشامبرز ليهم- مستقلين وما لهمش دعوه بالفلوس. وليهم كرايتيريا واضحه جدا، وليجل وما 500 بيدكش- نفس القصة. وما بيدكش جايزه بفلوس بشكل كبير. وليجل 500 نفس القصه. ليجل 500 نفس القصه، بس يعني شويه واي اف ال ار نفس القصه بالمناسبه. لا وIFLR انت في نفس قصه القصة. انا في سنه من السنين ايه بقى المعيار اللي يخليني اقول بمناسبه يعني فرق لي ما بين النتوركس والناس اللي بتدي جوائز، وايه المعيار اللي يخليني اقول انه الجائزه دي كريديبل او لا، وليه بيروحوا لها؟ يعني ليه المحامين بيروحوا لها؟ هل هي خناقه ايجوز؟ هل هي بتجيب كلاينتس؟ يعني هل هي واي اوف ماركتنج؟ لانه انا عندي مشكله كبيره مع the definition of marketing في الفيلد الليجل. هل is it a way of marketing؟ هل ده بيجيب لك عملاء؟ طيب ممتاز. بص يا سيدي، خليني اقول لك بالنسبه للزميل اللي كان متحفظ وعدل عن رايه، الله في اعلم اسبوع سبحان الله، الله اعلم بظروف هذا الشخص. اه تمام. يعني كان اللي يقول لك ما تحكمش على حد لحد ما تمشي ميل وانت لابس جزمته. منطقي. فانا لن اعلق، الله اعلم هو رايه ايه. انا بالنسبه لي استعمل، يمكن خليني استعمل اول مره تعبير انجليزي هنا، اوكي I'll die on that hill. اوكي انا رافض الناس دي مهم. اوكي كاشخاص اوكي قبل اي حاجه تانية. ماشي وارفض التعامل معاهم. اوكي والجنيه اللي هدفعه في اتجاه الناس دي في آلاف الأوجه اللي ممكن أنفقها فيه، بما في ذلك الصدقات. مفهوم. حلو. اوكي إنما أنا مش هدفع 50 60 100 ألف جنيه عشان أخد اكتر من كده كمان شويه، بس تمام أي مكان. اوكي أي مكان عشان أخد درع. لا وقف على باك دروب اسمي مكتوب عليها كسبونسر. ايوه كمساند. فين يا جدعان المصداقيه؟ انا كان في سنه من السنين الجايزه اياها بتاعت الشخصيه، كل الناس اللي متكرمه أوكي. اسمها على وراها. حلو. سبحان الله يعني. أيوة. تاني ده موقفي، انا مستمر عليه وانا مصر عليه وخلصنا. بس اذا انت واي اوف ماركتنج يا امير، يعني مش هي يقينا طريقه يقينا بص عايز اقول لك على حاجه. الناس ينطلي يعني يقول لك كل فوله مسوسه ولها كيال اعور. اوكي مش كل فوله ولها كيال. فيقينا في ناس هتصدق الكلام ده وتنبسط منه. الناس في ناس ما تعرفش الغسل من السمين، وفي ناس فاهمه، وفي ناس اقول لك وفي ناس من اللي بياخدوا الاجازات دي طريقه كلامهم بره هذا الاطار، بره هذا السياق عادي جدا. بيقول لك ده ما كده ده مش بيقيمني وده مش عارف ايه، بس هو شايف ان ده طريقه تسويق بشكل ما. زي الفرعاني وعلى راسي ده قراره هو التسويقي الخاص بمكتبه ومهنته. فهي بتاعته. بس هما انت من وجهه نظرك بالنسبه للشخص اللي ده صاحبي قوي. اوكي ماشي انترستنج. ماشي. زي اللي بيطلع على تيك توك دلوقتي يقول لك اعملوا لي دعم، وزي اللي مش عارف كل دي طرق. يعني الامريكان كان عندهم دايما مقوله ان مفيش حاجه اسمها دعايه سيئه. اوكي كل الدعايه دعايه جيده. ماشي. تاني بس هرجع واقول لك بقى في اللقطه دي حكايه الباي تو بلاي. يعني فاهم فكره ان كل دعايه سيئه ممكن تبقى جيده، بس يعني لاسباب متعلقه هي على حسب بدراستي للماركتنج شويه، انه يعني بوزيشننج وايز لا مش دايما بتبقى كويسه، بس يعني ما على حسب انت هتخاطب مين. تعال نكمل مشاكل واروح بيك لقصه لذيذه جدا بتاعه ازاي نعمل كوربريت لوير. عشان ايه؟ ازاي نحط كوربريت لوير في الخلاط ويطلع كوربريت لوير. هنا بقى ثلاث حاجات عايز اقولهم. اول حاجه، هل اي خريج حقوق ممكن يبقى كوربريت لوير؟ وايه هي شكله وعامل ازاي ده؟ تاني حاجه، يعني ايه كوربريت لوير؟ عشان بشوف كونتنت كده لذيذ على الانترنت اللي هو هل تعلم ان المحامي في انجلترا بيكسب $1000 في الساعه، والمحامي في امريكا بياخد مش عارف ايه، فتعالى خد عندنا الكورس ده. فلو خدت الكورسين دول هتبقى بتقبض بالدولار زيهم. ومن هنا بيبدأ نلاقي بقى ظاهرة خريج حقوق اللي هو لسه فريش جراد
عنده CV فيه 7 صفحات عشان مليانين كورسات كتيره جدا، بس لما تيجي تقيم وتعمل انترفيو هتلاقي ملوش اي علاقه. فهنا بقى السؤال، هل ايه شكل، او السؤال ممكن يمشي بشكلين، ايه شكل ازاي اعمل كوربريت لوير من خريج حقوق؟ حلو، ده السؤال الاولاني. او ايه شكل التدريب او ايه شكل التأهيل اللي محتاجه الكوربريت لوير اللي ممكن او اللي نفسه يبقى كوربريت لوير اول ما يتخرج وهو عيني جلبان مش عارف حاجه؟ حلو. فيتحرك ازاي، يروح فين؟ هل ياخد الكورسات اللي بتقول له روح خد هتكسب $1000 ولا ما ياخدهاش؟ يعمل ايه؟ هي نوعا ما بتوديك قريب من السكه دي. مش هي مش بتديها لك، هي يعني التدريبات او الكورسات دي أو يعني هي يقينا، بص يقينا هي بتسد فجوه، ليها فايده، يقينا ليها فايده اكيد، ويقينا بتسد، وده اللي انا مقتنع فجوه موجوده في تعليم الحقوق. اولى مثلا كان بيبقى فيها تاريخ القانون وفلسفه القانون والمدخل لدراسه القانون. رابعه التنفيذ الجبري، واخر مرحله في شغلك والاجراءات الجنائيه اللي خلاص الراجل اتقبض عليه، ودي الحاجه اللي هنستعملها في المحكمه. انما في الاخر خالص انت في الكليه مثلا، لو نيجي في مجال التقاضي، ما حدش في الكليه علمنا كيف تبدي الدفع. حلو مثلا، فاهم قصدي؟ ففي فجوه دايما ما بين بدايه المجال العملي واللي انت خدته في الكليه، والا ما كانش في تنظيم المهنه عندنا في مصر كان في سنتين تحت التدريب. اوكي حلو. ودي موجوده في دول كتير، موجوده في انجلترا، موجوده في فرنسا، موجوده في كندا. فهي بتسد فجوه، بس هل دي بتؤدي لدي؟ مش بصوره آلية. اوكي، بس هي مفيده. اشكرك. حلو. طيب تعالى ارجعك تاني للسؤال بتاع ازاي نعمل محامي، ازاي نعمل كوربريت لوير. هنا بقى ازود لك حاجه في الايكويشن. احنا اتكلمنا على التدريب، مفيش معانا معاه مشكله، تمام لطيف، ولكن مش ده اللي هيحولك لكوربريت لوير. الجزء الثاني، في ميس كونسبت عند اغلب الشباب اللي خارج انه كوربريت لوير ده يعني ملوش علاقه بالمحكمه، ليتيجيشن ده حاجه وحشه خالص، انا مش هقف على السلم بتاع المحكمه ولا هتعامل مع الناس دي، انا عايز اقعد تكييف اعمل عقود. هل ده بيخلق كوربريت لوير شاطر؟ خليني اقول لك ان ده العكس تماما. اوكي، كتابه العقود دي الجزء النهائي، دي الكريزه اللي على القمه، مش بدايه شغلك خالص. يعني خليني احكي لك. اول امبارح سبحان الله كان الشباب اللي بيدورونا في الصيف في التدريب، كنت انا بديهم محاضره صغننه كده على العقود، على فكره العقود. فبقول لهم من الاول خالص من المفاهيم الخاطئه. تمام، احنا بنكتب العقود لمين؟ ماشي. فتناقشنا شويه، قلت لهم لا والله يا جماعه، انا من وجهه نظري ان العقد بيتكتب للقاضي. ماشي، لان العقد فعليا عشان في الاخر هيروح للنزاع. بالظبط، هو العقد الاطراف يعني طبعا ربنا ما يجيب النزاع، بس يعني في الاخر انت بتحميه علشان لما نوصل للنزاع تعرف تحمي حقوق. هو امتى العقد بيتقري؟ صح. هو امتى العقد بيتقري؟ العقد بيتقري لما يبقى فيه نزاع. صح. حلو. طب انت النهارده فانت بتكتب العقد للقاضي، وبتكتب العقد بناء على المشاكل اللي انت شفتها قبل كده. تمام. وعلى 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 يعني كان في مره عميل وصديق عزيز كان عمل عقد عند مكتب كبير جدا ودفع فيه مبلغ خرافي. فكان عقد استحواذ على شركة مدينة. اوكي. وكان المفروض ان الشركة دي الرؤساء فيها كانوا مطلعين شيكات ضمان لموردين مختلفين. تمام. والشيكات دي كانت قيمتها 150 مليون جنيه. اوكي. وكان الاتفاق ان الشركة دي هتتباع برقم معين، والبائع هو اللي هيتولى ال 150 مليون جنيه. بس من فضلك بدل الشيكات، عشان احنا بقى مش عايزين الكلام ده في الاي سكور بتاعنا والكلام ده كله. ايه، حط انت الشيكات بتاعتك مكانها. وتحط في العقد بند يقول لك ان الحد الاقصى لمسؤوليه الطرفين هو $100,000 عشان limitation of liability clause. خلاص تمت الصفقه، انتقلت الملكيه، خد الشيكات بتاعت الناس رجعها لهم، حط الشيكات بتاعته هو. يا جدعان ادفعوا الديون. لا مش دافعين. يا نهار اسوخ. الراجل يا عيني بقى الموردين بيحاصروا بيته وبيحاصروا شغله. اوكي. ولما جينا كنا بنفكر ان احنا نقاضي البائع،
عن الاخلال، فوجئنا بالشرط ده في وشي. فقلت له يعني يا فلان انت ايه المصيبه اللي انت موافق عليها؟ فقال لي يا امير اصل لا، اللي كتبه ده شاطر في العقود ايوه بس مش شاطر في المدني. فن العقود مش في مدني الصياغه، مش في الصياغه. فانت العقود جايه وبتكتبها من توخي المشاكل. يعني انت النهارده تتوخى الحذر تجنبا وتلافيا لمشاكل قد تحدث في المستقبل، وانت تعرف منين المشاكل اللي تحدث في المستقبل؟ انت مش بتعرف فنجان، صح؟ انما انت من خبرتك. فالنهارده انت خبرتك في النزاع هي اللي بناء عليها بتعرف تعمل عقد جيد. قدرتك على الصياغه ده حاجه لطيفه برضو، حاجه شكلين كويسه. طيب تعال بقى اسالك على اخر سؤالين. الاي اي عامل ايه معاك؟ بتستخدمه ولا لا؟ هل في يوم من الايام ممكن نلاقي اي اي بيشتغل مكان محامي ولا لا؟ خليني اقول لك ان انا بستعمل الذكاء الاصطناعي حلو في مهام كنت بطلبها من زمايلي الصغيرين. ماشي. على سبيل المثال هم تحت التدريب بالظبط. حتى بفويس برومبت بقى كمان، ده شيء لطيف. يعني في النفرض انا بكتب في عقد عايز اكتب شرط اختراط، فكان الاول يا فلان من فضلك اكتب لي بس شرط اختراط عربي وانجليزي ومش عارف ايه. انا دلوقتي بقوم عامل ابلود للدوكيمنت واقوم قايل له في نفس السياق اعمل لي شرط الاختراط واعمل لي شرط تحكيم 3 ICC والسيت يكون باريس ماشي وانجليزي. حلو. طلعت فاهم قصدي؟ حلو قوي. هل ممكن في وقت من الاوقات الاي اي ياخد مكان محامي ولا صعب؟ مصر ولا بره؟ خلينا نتكلم في مصر. في مصر صعب. اوكي. في مصر صعب في عموم المهنه. اوكي. في حتتنا هياخد قدر كبير ماشي. من شغلنا. حلو. الناس اللي بتشتغل بيزنس لا ماشي، وهياخد قدر كبير من شغل الناس الجونيور اكتر اللي هو ممكن يبقى ما عندوش اكسبيرينس، وده على المستوى العالمي بقى اكتر من اي حاجه تانية. لان اللي هيحصل الذكاء الاصطناعي مش هيلغي المحامي. حلو. بس هو هيحتاج المحامي ذو الخبره ماشي عشان ياخد النتيجه دي ويستعملها بالطريقه الصحيحه. تمام. فانت بتتكلم في محامي ذو خبره. حلو. طيب فالمحامي ذو الخبره ده هيتقاعد. الجداد اللي بعده مفيش جداد بيدخلوا يتعلموا. ماشي. هيبقى في نقص من المدخلات. فما اعرفش هل احنا الصنف هنشوف على وشك الانقراض ولا لا. اوكي. الكلام ده بره مصر كالعاده هي مركز المقاومه. لا المحاماه في مصر في عمومها لسه بدري قوي، لان انت انت عندك 3 مستويات من الشغلانه. انت بس بره في احتمالات تحصل. انا حتى شايف مشاريع بتحصل في دول الخليج بدون ذكر اسامي، يعني في احدى الدول شغالين على انه يخلوا المستوى الاول من التقاضي بالاي اي. ده بروجكت امبرسيف جدا. ما اعرفش هينجح ولا مش هينجح لانه لسه هو قادر جدا على النجاح، لان في فلسفه القانون عن بره غير عنهم. هم خلاص بعد خرجوا من دايره الهيمنه الفكريه بتاعت مصر، دلوقتي هم في الهيمنه الفكريه بتاعت الغرب. صح. انت عندك لو جيت تقول لواحد في فرنسا او في امريكا ان احنا بنرفع دعوى صحه توقيع عشان نثبت ده موضوع صحه التوقيع ده كحاجه في الملكيه، يقول لك انتوا ليه بتعملوا كده؟ مجال التقاضي بره اضيق بكتير من مجال التقاضي عندنا. صح. وعندنا في حاجات كتير ممكن تخلص بشكل اجرائي اصلا مش محتاجه تخش المحكمه، بس احنا بنضيع وقت فيها في المحكمه. الله يفتح عليك. فالخطوه الطبيعيه لهذا التطوير ان هذا الجزء الاجرائي يتحول للذكاء الاصطناعي. صح. وان المرحله الاولى من مراحل التقاضي انت تخلي بالك ان انت الدفوع الشكليه اللي في شويه حاجات لما لا تحسن. صح. يعني انت خلي بالك كمان ان في بعض الحاجات اللي تحولت لعلم. يعني الايجارات في دول الخليج، في دوله زي الامارات على سبيل المثال، ما خلاص بتخلص. مش كيمياء الاخلاء مش كيمياء الاشغال مش كيمياء، الكلام ده كله مش كيمياء. اخر سؤال اتفضل. لو امير مش محامي هيبقى ايه؟ واو. ولا كان نفسي اطلع طيار مقاتل. اوكي ده كان بس طبعا انت شايف كوني ب4 عيون. ده كان نفسي. لفتره قليله كان نفسي نمتهن المزيكا، والحمد لله اني لن امتهنها. اوكي. كنت في الغالب هشتغل في مجال الكمبيوتر. اوكي. او في مجال الانفستمنت بانكينج. انترستنج. فيتيو
وقفتش. يعني يا ده يا ده يا ده يا ده الاثنين يلبق لك. انا بصراحه نفسي اشتغل متقاعد. شغلانه جميله كلنا. حد يصرف عليا. في جروب كده على الفيسبوك هبقى ادخلك فيه بتاع متقاعدين ولا بيدوروا على بصراحه أنا كله ميمز بقى لذيذ. كان نفسي يا راجل. لا ده جميل قوي. ده في مليون انسان بيقول لك اول ما حد يلاقي شغل هيطردوه بره وحاجات كده. لا ده العواطليه. ده بتاع العواطليه. ده العواطليه. انا مع الجروب ده بالفعل موجود. لا انا الجروب ده لا انا كان متقاعدين بقى ده سيجمنت تاني. فاهمني. مش حلو قوي. شكرا امير. متشكر مهاب ربنا يخليك وميرسي على الحلقه الاولى تيك 2 ان شاء الله ما تبقاش تيك 3 بس نبقى حلقه تانية تاني ماشي ان شاء الله. بالمناسبه يا جماعه انا ليه بقول دي الحلقه الاولى مره التانية عشان احنا سجلنا الحلقه دي قبل كده. ايوه وكان في مشكله في الصوت فاحنا بنعيد الحلقه. وده برضه هنشيله في المونتاج. بس كده شكرا. السلام عليكم.